خلصت حجامه، مطلوب مني ايه دلوقتي؟ الراحه بعديها على الاقل 24 ساعه، بلاش اي مجهود بدني تماما. كل ما جسمك يقول لك نام خش نام، اسمع كلامه وهو بيحاول يجدد خلايا الدم، فما يقول لك نام خش نام ما تعنتش. لازم تشرب ميه كويس قوي، لازم تاكل اكل خفيف. انا لسه منضف دمك، ما ينفعش تخش بعديها بالجانك فود على طول. لو انا عندي حساسيه في جلدي بعد الحجامه، ممكن احط الفيتو كريم ده او ميبو كريم بتاع الحروق، او ممكن احط النقطه بزيت زيتون. وممنوع تقعد تهرش وتلعب في الجرح عشان ده ممكن يعمل له التهاب ويفتح تاني. بعد الحجامه ب8 ساعات تقدر تستحمى، قبليها ما بيبقاش ينصح قوي، لان مش هينفع تحط صابون وشامبو ينزل على الجرح. لو زنقت معاك قوي ممكن تستحمى بميه بس. ما تقلقش لو لقيت نفسك دايخ ومدروخ وتعبان وهمدان، ده طبيعي لان انت حصل ديتوكس لدمك، ودمك لسه بيعوض اللي فقده في الحجامه، ده طبيعي، ما تقلقش منه، اطمن خالص. طبعا ممنوع مجهود 24 ساعه بعديها زي ما قلنا في الاول. ساعات بعد ما بنشفط الكاس بيحصل زي كيس ميه، ده بتبقى شويه بلازما طلعت تحت الجلد، بتروح عادي. ما بتحط برضو الفيتو او الميبو كريم عادي، ما تتخضش. في ناس جلدها حساس بيحصل معاها ده، ما تتخضش وبيروح وما بتسيبش اي اثر تماما. واصلا اثر الحجامه كله بيروح من اسبوعين الى 3 بالكتير قوي. الحمار ده ممكن يقعد 2-3 او الزرقان او شكل الكاس اللي انت شايفه ده، ولكن التشريط نفسه ده ممكن ياخد ماكسيمم 2-3 لحد ما طبقه الجلد تتخلص تماما من الشكل بتاع الشكشكه او التشريط ده. في الطبيعي ان انت بتعملها من كل 3-6 شهور، ده حسب احتياجك ليها. انت بتحس وخلاص والله انا بفترة اللي فاتت دي بوظت كتير، كلت غلط كتير، دخنت كتير، عايز انضف، بتبدا تحتاج الحجامه. حسب انت من 3-6 شهور انت محتاج ايه. لما تيجي تعملها خليك مطمن كده، الحجامه ان شاء الله سبب للشفاء، وهذا والله اعلم.